عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. دي صينية كنافة بالمكسرات بطريقة جديدة وبحشوة كده جديدة، جاي فيها تركاية حلوة كده هتعجبكم جدا. عايزاكم تخشوا على القناة وتشوفوها، هقطع لكم منها قطعة كده واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي قطعتها، شوفوا الحشوة بتاعتها ومتسوية جامد من جوه اهي. عايزاكم تجربوها بالطريقة دي وتخشوا على القناة وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، هتعجبكم جدا. جميلة وحشوتها حلوة بطريقه حلوه للحشوه. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. ما تنسونوش في اللايك، اهم حاجه اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقى من الشربات مع بعض. عندي حله كده فيها كوبايه ونص من السكر، وادي نص كمان اهوت على كوبايه ميه. ادي كوبايه ميه. ما نخليش السكر يجي على الجناب الحله عشان ما تسكرش معانا. انا مش هقلبها ولا هجيمتها عشان برضك ما تسكرش. هحط النار بقى هتبقى ايد عليها وهسيبها اول 5 دقايق كده هتغلى. اول ما هتغلى هروح جايه موطيه عليها واسيبها 10 دقايق تروح جايه غاليه وهتتقل معانا وهيبقى معانا احلى شربات. هحط عليهم معلقه ليمون عصره ليمون ومعلقه عسل كلوكوز. انا عندي عسل نحل بحط عليه معلقه عسل نحل وبتبقى جميل وما بيسكرش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكنافه بتاعت رمضان. طبعا رمضان لازم كنافه، وديت الحلويات المشهوره دايما في شهر رمضان، كنافه وقطايف. انا عندي نص كيلو كنافه. هنبتدي بقى حلويات، سلسله حلويات رمضان كده نعملها مع بعض. عندي كنافه من جميله حطها في التلاجة عشان تبقى سهله معانا في التقطيع، لسه مطلعاها. وعندي ديت معلقه زبده، عندي معلقه زبده. وعندي انا عاملها بحشوه المره دي بالمكسرات. عندي جوز الهند وعندي زبيب وزدان. انا جوز الهند ده هوريكم طعمها، بتبقى جميله قوي بجوز الهند، بس هوريكم تكه كده حلوه بتخلي الكنافه لها طعم تاني وبتنقلها في حته تانيه خالص. دي معلقه الزبده حمر فيها الجوز الهند. وعندي الكنافه اهيت، لو انت عايزه تحط عليها 3 معالق ولا معلقتين من السكر البودره، بس انا ما عنديش فهكتفي كده بيها وبتطلع جميله برده وزي الفل وهوريها لكم. نقطع الكنافه كده وممكن تضربوها في الكبه. هنفرفتها كده يعني قطع كده صغيره، هي بتبقى سهله بقى وهي بتبقى مجمده. هعملها وارجع لكم. وعندي هنا زبده اهي حوالي كوبايه وربع، هي بتاخد زبده كتير وعلى سمنه. يعني اهم حاجه في الحلويات الشرقيه ديت السمنه او الزبده معاها. انا حاطه ميكس ما بين الاثنين، هوريها لكم. انا هدفع عليها عشان سخنت قوي واحضر الحاجه واوريكم. عندي الزبده بقى سايحه على النار اهيت في قلب طاسه في قلب اي حاجه كده. وعندي الجوز الهند احمره فيها. التكه دي بتبقى جميله تحفه في قلب لما بتحمري الجوز الهند مع الزبده، بتديكي طعم جميل جدا في قلب الحشوه. اي حشوه ممكن تحشي بقى اي حاجه، مكسر جلاش كنافه. جربي الحشوه ديت معاها مع الكنافه والجلاش برضو بتبقى تحفه. هعملها لكم برضو في الجلاش ان شاء الله وتجربوها وهتقولوا لي ايه رايكم، هتعجبكم جدا. انا مستنيه بس الزبده تسيح وهحمرها فيها. ممكن تحمرها من غير زبده جوز الهند، بس بالزبده بتديها طعم. هي معلش هتبقى دسمه شويتين 3 بما ان يعني احنا بقى داخلين على شهر رمضان يعني، والحاجه فيها بتبقى كده كده يعني بنزيد النص. انا حطيت الجوز الهند اهو، هقلبه بقى في الزبده على النار كده وتانيين اقلب فيها لغايه ما تاخد لون كده ذهبي معايا. حمرها وراها. بصي ايديكي بقى فيها على طول عشان بس ما تتلسعش منك، خلي بالك منها. والجوانب دي تروحي جايه منزلها. بس عايزه لون كمان اهي بالشكل ده. انا عملتها اهو. طفيت النار عليها، هحطها بقى في طبق تاني علشان السخونيه بس بتاعه الطاسه ما تلسعهاش، هي كده لونها حلو. عندي الكنافه اهوت عملناها بالشكل ديت اهي. وعندي الصينيه دهناها زبده كويس. اهم حاجه تدهنيها كويس. معلش
عندي الجوز الهند، هو لونه افتح من كده بس الكاميرا مغمقاه بس شويه، الاضاءه بس. هحط بقى شويه من الزبده، احط شويه من الزبده كده على الكنافه دي. هدوبها بقى. انا هحط بس نص الكميه، والنص التاني انا بحب احطها على الوش كده بعد ما بسويها. بحطها واغلف بس الكميه ديت بيها وارجع لكم كده. عندي بقى الكنافه غلفتها كده بالزبده اهيت. عندي الصينيه، هحط نصها بقى، نص المقادير ديت في قلب الصينيه، وهوريكم انا هعمل فيها ايه تاني. انا حطيت نص كميه الكنافه اهيت في الارضيه. هتك عليها جامد. اهم حاجه تكبسيها جامد علشان ما تطلعش لما تيجي تخرطي تطلع الخلطه متماسكه كده ومظبوطه معاكي. اهم حاجه تتك عليها بايدك، لا اما صينيه محطوطه تبقى اصغر منها وتتكي بيها. بس احنا طبعا هعملها بايدي. بتنزلي بتقلب كله في قلب الصينيه دي. عندي بقى الكنافه سويتها كويس وضغطت عليها. اهم حاجه تضغطي عليها كويس. عندي بقى الحشوه ديت، هبتدي ان انا احطها جوز هند والحاجه دي، ووزعيها بقى كويس كده. تديها طعم جميل جدا في الحشوه دي مع المكسرات. ممكن اي مكسرات عندك بقى، مش شرط سوداني، اي حاجه، عين جمل، مش شرط، مش لازم تبقى برضك الحاجه كلها كامله عندك يعني. بس اهم حاجه الجوز الهند دي اللي بتديها طعم كمان حلو ومميز. كل اللي هيدوقها كده هتعجبه جدا. وزعيها بقى كلها عشان كلها تطعم بنفس من الطعم ده. وعندي الزبيب وجوز الهند، عندي الزبيب والسوداني، هحط برضك، هرش برضك عليها كده. عايزه تديله جرشه بسيطه براحتك، انا حطيته بحاله. لو انت عايزه يعني تحطيه تديله جرشه كده بسيطه، يبقى يعني يا دوبك خشن كده، جرشه بس بسيطه كده في المطحنه او في الهون بالشكل ده. هحط بقى بقيه كميه الكنافه التانية برضك عليها، وزعها برضك حلو كده واغطيها كلها. هحطها كلها وارجع لكم برضو. انا عملت الكنافه، حطيت الكنافه تانية، هتكه بقى عليها جامد بكل قوتي برضه. تلاقيها بصينيه جامده. شفتوا كل ما بتبططوها بتنزل معاك. وديت بقى اللي بتخليها متماسكه معانا في قلب الصينيه. لما بنيجي نقطع الخلطه تبقى الخلطه على بعضها يعني متماسكه كده. هتك عليها جامد وارجع لكم عشان احط الزبده. عندي الكنافه اهي بططتها بقى كويس. هتك عليها جامد بقوتك كلها، لما بصينيتين فوق بعض كده. عملتها اهوت بالشكل ده. هجيب بقى الزبده واروح جايه حطها عليها. انا اكتريت الوقت ما بحبش احط الزبده مع الكنافه. احط بقى دي بالشكل ده كده، وهسقيها كلها بقى صينيه الكنافه بالزبده كده. يا حبايبي بقى بالشكل ده. يعني حطيت الزبده بتاعتي كلها على الصينيه. طبعا كنافه وحلويات قلنا يعني ايه، زبده وسمنه، وبالذات زبده فلاحي دي اللي بتديها طعم حلو. شايفين الزبده عامله فيها ازاي؟ هدخلها بقى في الفرن على درجه حراره متوسطه. انا بحب اسوي الحاجات دي على درجه حراره متوسطه، بتديكي قرمشه ولون حلو وبالتسويه مظبوطه. هتقعد حوالي نص ساعه في قلب الفرن. وهوريها لكم الاول. هنحضر الشربات مع بعض، وبعد كده اما تطلع هوريها لكم. بس وبعدها نحضر بس الشربات. في صينيه الكنافه بعد ما طلعت بقى من الفرن، هي لسه طالعه من الفرن وسخنه. وعندي الشربات انا عملته وبرد. اول حاجه ببدا بيه الكنافه سخنه والشربات بارد. هنزل بقى على الكنافه الشربات. عايزاكم تعملوها بالطريقه دي وتعملوها بالشكل ده. اوزع كل بقى الشربات كده على صينيه الكنافه كلها عشان كلها تشرب من الشربات. وهسيبها شويه تشرب بس الشربات بتاعها، وهرجع لكم تاني بالشكل ده. هي طبعا لونها بيبقى افتح من الكاميرا عشان تبقى بس مغمقه سنه. عندي صينيه الكنافه حطيت لها بقى الشربات بتاعها. الفتحات اللي في قلب الصينيه دي من السمنه اللي كنت حطاها ولا الزبده اللي كنت حطاها، ما وزعتهاش انا كويس في الارضيه، ما كانتش سايحه قوي. فهي عملت حتت كده تحس ان هي عامله زي النقر كده. هغطيها بقى 10 دقايق كده
تشرب بس من الشربات، واقطعها واوريها لكم بالشكل. عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. دي صينيه كنافه بالمكسرات بطريقه جديده وبحشوه كده جديده، جاي فيها تركايه حلوه كده هتعجبكم جدا. عايزاكم تخشوا على القناه وتشوفوها، هقطع لكم منها قطعه كده واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي قطعتها، شوفوا الحشوه بتاعتها ومتسويه جامد من جوه اهي. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي وتخشوا على القناه وتقولوا لي ايه رايكم فيها، هتعجبكم جدا. جميله وحشوتها حلوه بالطريقه حلوه للحشوه. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. ما تنسونوش في اللايك، اهم حاجه اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.